الخوت سمعت بزاف ديال القصص وعاودت لكم بزاف ديال القصص في القناه، ولكن القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم عمري ما سمعت بحالها نهائيا، وعمري ما شفت شي ذكاء شيطاني بحال اللي عند هذا المحامي المغربي اللي غادي نعاود لكم عليه. تخيلوا معايا كنكتب في القصه وكنوجد فيها وكنضحك وكنقول هذا السيد راه ما يمكنش بزاف. القصه ديال اليوم غادي تكون مشوقه بزاف، داكشي علاش وجدوا شي كاس ديال القهوه وعطيوني ودنيكم مزيان وتمتعوا معايا. القصه اللي غادي نعاود لكم اليوم حقيقيه ووقعت هنا في المغرب، وبالضبط في مدينه مراكش. كان واحد رجل اعمال لاباس عليه، عنده بزاف ديال الخيرات والمشاريع، يعني الفلوس كالروز. كانوا كيقولوا ليه الحاج. كان عنده ولد واحد فقط، اشرف من طبيعه الحال من نهار تزاد هو الحاجه اللي كيبغيها كتحضر، واللي تشهاتها خاطرو كيجيبوها. يعني كبر هو طفل مدلل، وملي كبر اشرف ولا عاطيها للصهير والخروج من البيران والمخدرات كل ليله سهران في بنت، كيلبس غير الماركات الغاليين. اما الطوموبيلات بلا ما نهضروا عليهم، كل مره موديل جديد. وبطبيعه الحال الحاج كان مخليه على خاطره، داير ما بغا، وبالعكس هو اللي كيعطيه الفلوس. كينعس بالنهار وكيفيق بالليل، الليل اللي عاد كتبدا فيه حياته. المهم اشرف كان مولف يمشي هو وواحد صاحبو للبار باش يشربوا. واحد النهار اشرف غادي يعيط على صاحبو وقال ليه جبان لك هذا اليوم نمشيو نشربوا شويه ونزهاو مع راسنا. صاحبو قال ليه مرحبا، ولكن واش قلتيها للبنات؟ اشرف قال ليه في الحقيقه ما علمت حتى حد، غادي نسهر غير انا وياك وصافي، ما عندي ما ندير بحريق الراس. تما صاحبو قال ليه مرحبا دوز عندي، وهي هذيك. اشرف طرق صاحبو ومشاو نيشان للبار اللي موالفين كيشربوا فيه. غادي يبقاو يشربوا حتى لاشاو مزيان. شويه اشرف وصاحبو ما عرفتش كيفاش حتى تناقشوا وناض صداع بيناتهم، بقاو مني منك. وهنا اشرف ناض هز واحد الموس كان فوق الطبله كيقطعوا به القطعه هو يغرسوا صاحبو في عنقو. تما صاحبو طاح طيحه وحده مع طيحته مع موتو. الناس اللي كانوا تما كلهم تصدموا وما فهموا والو، خصوصا كلهم كيعرفوا اشرف باللي هو ولد الحاج فلان وولد الفشوش، وكلهم ما كيحملوش لانه كان داصر بزاف. المهم الناس كلهم تجمعوا على داك الدري اللي طيحوا، عيطوا للاسعاف والشرطه. اشرف ملي شاف القضيه حماط، هرب من مكان الجريمه. جات الاسعاف وهزوا الجثه ديال هذاك الدري واللي لقاوه ديجا ميت. اما بالنسبه للشرطه في البلاصه غادي تمشي تقلب على اشرف ولقاو عليه القبض. هنا الحاج ملي وصلاتو الخبار باللي ولدو طيح روح ما بغاش يتيق، وقال كيفاش كل هادشي اللي بنيتو في سنين غادي يتعدم في رمش عين، ولمن غادي نخليها الثروه ديالي من غادي يتعدم ولدي. لانكم خصكم تعرفوا واحد الحاجه الاخوان، هي ان هذه القصه وقعت في الثمانينات، يعني بالضبط في 1980. وفي هذه الساعه كان مازال كيتنفذ حكم الاعدام في المغرب، حيت اخر حكم اعدام تنفذ في المغرب كان في سنه 1993، تنفذ على ضابط شرطه واللي كان سميتو الحاج السادس. الا بغيتوني نعاود لكم على هذه الجريمه ديال هذا الضابط اكتبوا لي في التعاليق ومرحبا. المهم نرجعوا للقصه ديالنا. ملي سمع الحاج هذا الخبر هذه وسمع باللي ولده تشد وغادي يتعدم وهاد الثروه ديالو كامله غادي تضيع وغتمشي غير هكاك، قال مستحيل نهائيا يتطبق على ولدي الاعدام، خاص ضروري نلقى شي حل. داكشي علاش في البلاصه صونا المحامي ديالو الخاص واللي كان مكلف ليه بالامور ديالو. قال ليه الحاج اسمعني شنو غادي نقول لك، انت عارف بانني اخترتك من دون المحامين على قبل الذكاء اللي عطاك الله، مخدمك عندي ومهلي فيك وداير لك صالير ما عمرك كنتي كتحلم به، وانا عارف بان اي قضيه عندها حل بالنسبه لي، ولكن هذه القضيه اللي غادي نقول لك هي اللي غتحكم على مستقبلك. اشرف ولدي راه شدوه البوليس بتهمه القتل، شدوه متلبس وثابت عليه الجريمه، ودابا راه ممكن يحكموا عليه بالاعدام. انت عارف باللي هاد الثروه كامله اللي عندي باغي نخليها ليه، واذا مات ولدي لما نخلي هاد الشيء كامل. شوف السي المحامي، بغيتك تطلع ولدي من هاد القضيه براءه. المحامي قال للحاج شنو براءه؟ اش كتقول الحاج؟ ولدك شدوه متلبس وكل شيء شهد فيه بانه هو اللي قتل مليار في المية. نقدر ندير جهدي كامل وفوق طاقتي باش يخفوا عليه من الاعدام المؤبد او 20 سنه، ولكن البراءه راه هادشي من السابع المستحيلات. هنا الحاج قال لي شوف واسمعني مزيان، ما كاين لا هادي ولا هذاك، براءه. اسمعني قلت ليك غتخرجوا براءه، يعني غتخرجوا براءه، وانا غادي نعطيك مهله من دابا حتى اليوم المحاكمه، والا ما طلعتيش براءه نقسم لك بالله حتى غادي نخرج عليك ونخرج لك على مستقبلك، وانت عارفني شنو نقدر ندير. المحامي عرف باللي القضيه حامضه، خصوصا وانه عارف الحاج قادر فعلا يخرج عليه ويقدر يدير هذا الشيء اللي كيقول،
حكم النفوذ اللي عنده. وهنا بدا كيفكر في شي حل وطلب من الحاج يعطيه مهله. الحاج قال ليه خذ راحتك من دابا حتى اليوم المحاكمه. المحامي ولا غير مهموم وكيفكر في شي حل، ما كياكل ما كيشرب، النهار وما طال هو كيفكر في شي حل. النهار الاول، النهار الثاني، الاسبوع الاول، الاسبوع الثاني، وحتى الاسبوع الثالث، ولات القضيه مستحيله كتبان ليه. وفي واحد الليله المحامي كان حاط راسو باش ينعس وهي تجي واحد الفكره، وراكم عارفين الافكار ديال الوساده كيجيوك افكار اللي الجنون ما يفكروش فيهم. جاتو الفكره المناسبه والطريقه الوحيده باش يقدر يخرج ولد الحاج براءه، ولكن خاصها تطبق 100%. المهم اللي فاق في الصباح مشى نيشان عند الحاج وقال ليه بغيت نقول لك شي حاجه ضروري. الحاج قال ليه مرحبا تفضل. قال ليه المحامي بالنسبه للحل ديال ولدك باش يخرج براءه غادي تخصك مليار ديال السنتيم. الحاج قال ليه الا كان ولدي غادي يخرج 100% نعطيك الفلوس ونعطيك حتى اكثر منهم، المهم الولد يخرج. المحامي قال لي هاد المليار سيدي الحاج اللي غادي تعطيني غادي تكون مصاريف الخطه اللي غادي ندير باش نقدر نخرج بها اشرف. المهم الحاج وافق وقال لي شنو هي هاد الخطه. قال لي المحامي دابا ما غادي نقول لك حتى حاجه، عطيني الفلوس وثيق فيا حتى من بعد وغادي تعرف كل شيء. ودابا بغيتك تعطيني النص ديال المبلغ يعني 500 مليون والباقي من بعد الحاج. الحاج قال لي مرحبا. المحامي مشى عند مدير السجن اللي مشدود فيه اشرف. دخل عند المدير وقال لي انا المحامي ديال اشرف، بغيت نهضر معاك في هذا الموضوع ولكن ماشي هنا، الا كان ممكن نتلاقاو على برا. المدير قال ليه مرحبا. مشاو خرجوا وهنا المدير قال للمحامي شنو حب بالخاطر، شنو هذا الموضوع اللي بغيتي تهضر لي عليه. هنا المحامي جبد واحد الصاك ديال الفلوس حطو فوق الطبله حلو وراه للمدير. الصاك كانت فيه 200 مليون. هنا المدير تصدم منين شاف هذوك الفلوس كاملين، قال لي شنو هذا الشيء. هنا المحامي قال للمدير غير بلاتي انا ما غادي نطلب منك حتى شي حاجه اللي غادي تورطك او شي حاجه اللي ماشي قانونيه، حتى انا محامي معروف وخايف على راسي. المدير قال لي ولكن هذه راه 200 مليون ديالاش. هنا المحامي قال لي شوف بغيتك تخرج لي الدري اشرف من السجن لمده ساعه واحده وغادي تاخذ في هذا لافير 200 مليون كامله. المدير قال لي واش من نيتك، واش بغيتيني نخرج لك مجرم وقاتل روح من الحبس وشنو ضمني انك غادي ترجعوا ليا. المحامي قال لي شوف غير ثق بيا، بغيتك تثق فيا، انا ما عنديش الربح انني نهربوا اصلا ما باغيش نهربوا. كيف ما قلت لك انا بغيتو ساعه واحده صافي وغادي نرجعوا لك، ولا ما رجعتوش شدني انا في بلاصتو، راني كنواعدك نرجعوا لك من هنا ساعه وانت في هذه الساعه غادي تاخذ عليها 200 مليون. وهذا واحد المبلغ اللي كان كبير بزاف خصوصا في هذيك الوقت في الثمانينات. عرفتي شنو هي 200 مليون؟ يقدر يخدم عليها الواحد 1000 عام وما يجمعهاش. المهم المدير كيشوف الفلوس وساكت كيفكر. قال لي المشكله هو في الحراس كيفاش غادي ندير معاهم. هنا المحامي غادي يجبد ليه 100 مليون وغادي يقول ليه هاك هاد 100 مليون اشتي بها الحراس ولا شوف شنو دير. المهم لقى شي حل. دابا عندك 300 مليون وراه ما نخافش عليك، راك ضروري غادي تلقى شي حل ولا شي تخريجه باش تقضي معايا هاد لافير، وراه غير ساعه واحده. صافي المدير بقى ساكت. قال لي امتى بغيتي؟ المحامي قال ليه بغيتو غدا بالليل مع الوقيته الفلانيه. المدير وافق وقال ليه صافي واخا غادي نشوف هذا الشيء فين غادي يخرجنا. وبالفعل مع ديك الوقيته اللي اتفقوا عليها المدير غادي يخرج اشرف من الحبس وغادي يسلموا للمحامي، والمحامي بطبيعه الحال غادي يعطيه حتى هو الفلوس اللي وعدوا بها. والمدير قال ليه شوف ساعه واحده ورجعوا وعندك تعطل. قال ليه المحامي صافي غيكون هاني، الكلمه هي الكلمه. المهم خدا اشرف وهما يتحركوا بالطوموبيل وغير بين قوسين بلا ما يطيح في بالكم باللي هذا المحامي باغي يهرب اشرف، لا راه ما غاديش يهربوا، بالفعل غادي يرجعوا من بعد ساعه. المهم من بعد ما غادي يتحركوا المحامي غادي يدي اشرف حدا هذاك البار اللي وقع ليه فيه المشكل وقال ليه شوف اشرف اسمعني مزيان اش غادي نقول لك. غادي تدخل للبار غتجلس وغادي تشرب بحال ما واقع والو، ما ديهاش في هذوك الناس اللي لداخل وما تسوق لتا واحد، هما ما غاديين يفهموا والو وكلهم غيبقاو يشوفوا فيك، ولكن كيف ما قلت لك ما ديها في حتى واحد. جلس شرب وخذ راحتك حتى تكمل، وملي تسالي نوضو اول واحد غادي تلقى حداك ضربو حتى تسيل له دمو وهرب، ولكن عندك تشد. شوف اشرف اسمعني مزيان، من بعد ما تضرب شي واحد هرب وما تخليهمش يشدوك نهائيا والا الخطه ديالنا غادي تفشل، ومن بعد ما تهرب اجي عندي للبلاصه الفلانيه غادي تلقاني كنتسناك تما. هنا اشرف اصلا ما خسر والو، مكحلها
قال ليه بسم الله زيد مرحبا. وبالفعل غادي يدخل للبار وبنادم كيشوف فيه ما فاهمين والو. اواه هاد خونا ولد الحاج ولد الفشوش باه فاسرها ليه بالفلوس حشومه وعيب. يلا قاتل واحد ودغيا خرجوه من الحبس. الظلم هذا صافي. هو من طبيعه الحال ما تسوق حتى واحد، جلس شرب حتى شرب. هو يهز واحد القرعه ضرب واحد لراسو حتى غيب وهو يهرب. الناس اللي كانوا تما كلهم تجمعوا على السيد المضروب وعيطوا للاسعاف والبوليس. الضربه اللي كانت في راس السيد كانت خطيره بزاف، ولكن الحمد لله ما ماتش وقدروا يهزوه بالاسعاف ويعتقوه. المهم الناس كلهم اللي كانوا في البار حقدوا على اشرف ولد الحاج وحسوا بالحقره. وهنا الاب ديال هذاك الضحيه اللي تضرب جمع كامل هذوك الشهود اللي كانوا في ذاك البار، تقريبا 30 شاهد ومعهم حتى مول البار، ومشاو ديكلاراو اشرف. هنا البوليس غادي يقولوا لهم بلاتي هاد خونا هذا اللي جايين ديكلاريو به راه مشدود في الحبس. واش متيقنين من اللي كتقولوا؟ وهنا كاع الشهود اكدوا انه فعلا اشرف ولد الحاج ولد الفشوش هو مول الفعله. داكشي علاش البوليس مشاو عند مدير السجن وسولوه على اشرف. وهنا المدير اكد لهم بان اشرف مشدود وكيفاش غادي يدير حتى يخرج وهو مازال ما تحاكمش. داكشي علاش البوليس قالوا ممكن هذا اللي ضرب السيد شي واحد اخر كيشبه ليه. وبطبيعه الحال المحامي ديالنا غير ساكت وكيتفرج وكيتسنى المحاكمه باش يكمل هذا الشيء اللي بدا. وبالفعل غادي تدوز ايام حتى غادي يوصل الموعد ديال المحاكمه. وفي الجلسه الاولى المحامي غادي يقول للقاضي اسمعني يا سيد القاضي، هذا الدري اللي قدامكم واللي كيصحاب لكم هو اللي قاتل راه بريء ما داير والو. القاضي قال لي كيفاش بريء؟ اش من براءه كدوي عليها؟ راه السيد شدوه متلبس وكاع الناس اللي كانوا تما شاهدين باللي هو اللي قتل. هنا المحامي قال ليه اسيد القاضي راه هذه غير شي يامات قلال، درت واحد الشكايه على هذا الولد اللي قدامكم. غير هاد الايامات شهد 30 شاهد باللي اشرف تعدى على شي واحد في نفس البار. كيفاش غادي يتعدى عليه وكيفاش غادي يضربه وهو مشدود في الحبس؟ كيفاش اشرف غادي يمشي للبار ويجلس ويتعدى على واحد وهو مشدود عندكم في الحبس؟ هذا راه اكبر دليل على ان اشرف بريء والمجرم الحقيقي راه حر طليق وماشي بعيد يقدر يدير جريمه اخرى. هنا القاضي بغى يتيقن من هذا الكلام، ولكن هذوك الشهود ومول البار كلهم شهدوا باللي اشرف هو اللي ضرب السيد على راسه. هنا القاضي قال لهم صافي فعاود لي تجيبوا لي المجرم اللي دار الفعله وباقي على برا واخد راحته، جبتوا لي هذا الولد البريء. وهنا القاضي عطى امر باش يطلقوا سراح اشرف وبالبراءه ديالو من الجريمه. وهكا غادي يفلت منها اشرف بحال الشعره من العجين. الحاج غير شاف ولده خرج وبقى كيضحك. وهنا المحامي قال للحاج دابا تقدر تعطيني بقيه الفلوس اللي اتفقنا عليها؟ داكشي علاش المحامي صدق رابح في هاد لافير 500 مليون اللي بقات عند الحاج و200 مليون اللي عطى للمدير والحراس، يعني المجموع 700 مليون. هاد القصه راه قصه حقيقيه عاودها المحامي للصديق ديالو قبل ما يموت. قصه اليوم سالات، تنساوش الاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. تلاقاو ساعه الخير.